من أجمل وأحلى الكيكات كيكة الذرة. هاتي بقى ورقة وقلم واكتبي ورايا المقادير لأنك هتعمليها مظبوطة بالمسطرة. شايفين الجمال والطعمة؟ بصوا خطيرة ازاي. اعملوا لايك وشير ويلا بينا بسرعة على الطريقة والمقادير. بسم الله. أول حاجة كده معايا بيضتين بدرجة حرارة المطبخ، كوباية إلا ربع من السكر، طبعا في بيض على طول بقى فانيليا، وكمان رشة من الملح، ومعلقة كبيرة من الخل. طبعًا كل ده بقى مُحسِّن للبيض بتاعنا، وتطلّع الكيكة بتاعتنا هشة جدًا. مش هنضربها بقى لا بخلاط ولا مضرب كهربا ولا أي حاجة، بالمضرب اليدوي كده هنفضل ندوّب فيها. بعد كده نضيف ربع كوباية من الزيت ومعلقتين كبار من السمنة، أو يعني ربع كوباية، يبقى أنا حطيت ربع كوباية زيت وربع كوباية سمنة. الميكس ده حلو جدًا، جدًا، هيخلّيها معاكِ هشة وطرية كده، وزي ما أنتم شُفتوها في أول الفيديو. برضه نقلِّب بالشكل ده زي ما أنتم شايفين. بعد كده باضيف كوباية من الحليب أو كوباية من عصير البرتقان، شوفي أنتِ بقى حاباها تبقى بإيه. تمام كده. ضفت باكو من البيكنج باودر وبدأت أقلب بالشكل ده زي ما أنتم شايفين. مش هتاخد في إيديكِ 5 دقايق وهتكون جاهزة معاكِ. بعد كده جبت كوباية من الدقيق الأبيض عليها كوباية من دقيق الذرة زي ما انتم شايفين بالشكل ده، وده دقيق الذرة الأصفر هيخلي لي الكيكة بتاعتنا لونها أصفر كده وجميل. قلبتهم كويس جدا مع بعض زي ما انتم شايفين، وطبعا الاتنين منخولين سواء الدقيق الأبيض أو دقيق الذرة. هنزل بيه على مرتين بالشكل ده، نزلت بجزء وهخلي جزء تاني هنزل بيه برضو، بس أدوب ده الأول. أفضل أقلب بالشكل ده زي ما انتم شايفين لحد ما الدقيق يختفي معايا. باروح نازلة بالشوية الباقيين معايا في العلبة. كده تمام، أنا خلّصت المقادير بتاعتي. شايفين سهلة وبسيطة إزاي. بصوا بقى اللون بتاع الكيكة بقى عامل إزاي، عشان دقيق الذرة لونه أصفر، في دقيق ذرة أبيض وفي دقيق ذرة أصفر. هاتيه أصفر عشان يديكِ اللون الحلو ده. جبت بقى الصينية دي مقاس الوسط، طقم 3 دي الوسط فيه، دهنتها بالسمنة أو الزيت براحتك خالص، ونزلت بالخليط بالشكل ده وسويته. وطبعًا أحلى حاجة في كيكة الذرة هم شوية السمسم اللي بنرشهم من فوق الوش بالشكل ده. شوية سمسم كده محترمين زي ما أنتم شايفين. بعد كده طبعًا من أول ما اشتغلت بالكيك وأنا مشغّلة الفرن على درجة حرارة 180، باحطها في الرف الوسطاني من تحت بس لحد ما بتستوي، بتاخد حوالي 35 دقيقة وعلى حسب طبعًا فرنِك. لو ما خدتش لون باشغّل لها الشواية تاخد لون من فوق وبتخرج بالشكل القمر ده زي ما أنتم شايفين. هاقطع لكم بقى منها حتة وأوريكم قد إيه هي هشة. بصوا الجمال، ما فيهاش فراغات خالص، هشة كده وطعمها في منتهى الجمال. لو عجبكم الفيديو بقى اعملوا لي لايك وشير، وبألف هنا وشفا وبس كده.